عندك 20 سنة وبتعمل الحاجات دي، انت بتدمر نفسك. الجملة دي مش مجرد عنوان لشد اختيار، دي الحقيقة المرة اللي مفيش حد من صحابك ولا حتى أهلك هيواجهك بيها، لأن الكل خايف على مشاعرك. لكن الحقيقة إن مشاعرك مش هي اللي هتبني مستقبلك، ولا هي اللي دفع فواتيرك لما تكبر. لو سنك بين 18 و25، فأنت حاليا بتمر بأخطر وأهم مرحلة في حياتك بالكامل. دي الفترة اللي بيسموها العقد تشغيلي، يعني المرحلة اللي بتبني فيها الأساس اللي هيشيل كل حياتك الجاية، أو بتهدم فيها كل فرصتك وانت مش حاسس، وبتقول لنفسك لسه بدري، أنا لسه في مقتبل العمر. الحقيقة اللي لازم تفوقها قبل ما فيوت الأوان هي إنك لو فضلت مكملة بنفسها، استخدمت اللي بتعملها يوميا، فانت مش بس بتضيع وقت، انت بإتقان بتلغي وجودك من خارطة الناجحين، وبتحكم على نفسك بحياة سيدة مليانة ندم لما تكتشف إن العمر جري بيك وانت محلك سر. أول وأكبر فخ أنت حقيقي فيه دلوقتي هو إدمان الدوبامين الرخيص. أنت تشارك عايش عشان السكرول النهائي، بتقضي 6 أو 8 ساعات يوميا بين تيك توك، انستجرام ويوتيوب شورتس، بتشوف حياة ناس تانية وتفاصيل تافهة مش بتضيف صفيتك ولا مليم واحد. ذكاء برمجية وهمية إنه ياخد مكافأة وسعادة من غير ما يبذل أي مجهود. وده اللي مخليك لما تيجي تقرر تبدأ حاجة حقيقية زي كورس لغة أو تعلم مهارة برمجية أو حتى قراءة كتاب، بتحس بملل قاتل وضيق في صدرك بعد أول دقيقتين، وبترجع تتمسك الموبايل تاني. لذلك يهرب من ألم المجهود. انت مش فاشل ولا كسلانترة، انت بس عطلت نظام المكافأة في دماغك وبقيت عبد التكنولوجيا اللي بتكسب منها ضياع تركيزك وعمرك. تخيل لو شهدت واحدة منها كل يوم واستثمرتها في مهارة إدراكية حقيقية، إذا كنت بعد سنة من الوقت هتبقى في غاية الدقة، كنت هتبقى الشخص اللي بتسأله أنت تبدع بدل ما أنت اللي واقف في طابور المستهلكين بتسأل هل لي حظ وحشي. تاني هناك بتدمر شبابك هي وهم لسه بدري. الجملة دي هي المخدر اللي بيقتلك بالبطء. فرعية هي الفترة الوحيدة في حياتك اللي المخاطرة فيها تمنها قليلة جدا. انت دلوقتي في اغلب الاحيان ما عندكش مسببات رسمية، مفيش اسرة بتولها، مفيش ديون تقيلة، ومفيش خسارة هتقطم ظهرك. لو مجربتش تفشل دلوقتي وتتعلم مهارة صعبة وتبدأ مشروعك الخاص، او حتى تغير مسار حياتك معا وتتعلم حاجة بعيدة عن دراستك، امتى هتعمل ده؟ لما تبقى لديك الإثارية وفواتير والخوف من ضياع الوظيفة. الوقت اللي بيدي منك وانت بتقول بكرة هبدأ أو لما اتخرج هبقى أشوف، مش بيرجع لقد. بص ورقك على الناس اللي بقوا نجاحين في الثلاثينات، هتلاقي العلم كلهم زرعوا البذرة وهم في سنك، في وقت كان الكل فيه بيخرج ويتفسح ويضيع وقته. الشباب مش فترة الأعمى والسهر اللي ملوش لازمة، الشباب هو فترة تأسيس المجموعة اللي هتشيلك عربة عمرك. فلو معرقتش في نفذة وتعبت وشارت في حاجة مفيدة، فندق باكي ندم في ال30 لما تلاقي نفسك لسه في نقطة الصفر الصفرك بمسافات عملية. كمان بصد على الناس اللي حواليك، محيطك هو اللي بيحدد سقف طموحك. في قاعدة ذهبية بتقول إنك متوسط أكتر 5 أشخاص بتقضي وقتك معاهم. بص عليهم كويس. لو كلامكم كله عن اللعب والترندات والخروجات والشكوى من الظروف وانتقاد الناس الناجحين والسخرية من أي حد بيحاول يطور نفسه ويقول أنا بذاكر أو أنا بشتغل، وللأسف نسخة سادسة منهم، حتى لو كنت أذكى واحد فيهم، البيئة اللي انت فيها يا بتسحبك لفوق للسحاب يا بتدفنك مكانك في القاعة. اخرج من منطقة باردة دي فورا وابحث عن ناس تسبقك إلى ناس تخليك تحس إنك عشان محتاج تتعلم، ناس تستحي تقعد معاهم وإنت محققتش حاجة في يومك. الصاحب اللي مش بيشدك للنجاح أو الطاعة أو الوظيفة هو في الحقيقة العدو لمستقبلك، لابس قناع الصديق. يتقلق من إنك تضيعها مع ناس ما عندهاش هدف، ليس بطريقة تشتكي من سوء الحظ والظروف. وفي حاجة تانية بتدمرك وانت مش واخد بالك، وهي الاستهلاك أكثر من الإنتاج. انت ممكن تسمع فيديوهات تحفيز كتير وبتقرأ منشورات النجاح عن كل يوم، وبتحس بنشوة مؤقتة انك خلاص فهمت الخلطة، بس مفيش فعل واحد على أرض الواقع. ده بنسميه الترفيه الفكري، انك تخدع نفسك انك بتطور وانت مجرد مشاهدة. العلم من غير عمل هو مجرد ضوضاء في دماغك. لو فضلت الكثير من المعلومات وخطط وحلم ورسم جداول من غير ما توسخ ايدك في العمل الفعلي وتجرب وتغلط وتعدل،
هتفضل مكانك، والناس اللي بدأت بإمكانيات أقل منك بكتير وبمعدات بسيطة سبقوك بمسافات لأنهم ينفذوا وإنت لسه بتخطط. العالم مش بيدي جوائز ليه يحلموا، العالم بيدي جوائز ليه بيقوموا من السرير ويواجهوا الواقع ويتحملوا سخافة البدلة وتعب الممل، ويعتقد مش انك حقيقي وتتغلط بالفعل. وبالتالي هو انك تفضل في مكانك خايف من نظرة الناس او خايف انك تطلع خطأان. الحقيقة اللي لازم تزرعها في دماغك النهاردة هي ان مفيش حد هيجي ينقذك، مفيش بطل خارق هيخبط على بابك ويديك شيك لشخصية مهمة او وظيفة احلامك وانت نايم فيك. مستقبلك يتحملك انت لوحدك، الحكومة لا، ولا أهلك ولا الظروف ليهم دعوة بفشلك. لو أنت مستسلم واختيار الطرق السهلة، أنت اللي بتختار كل يوم الصبح إما أنك تتبنى مستقبلك أو تهدمه بقرار واحد صغير. والخبرة الحلوة وسط كل ده انك تتمكن من تدمير كل حاجة طالما اجلسوا يعني ولسه قلبك بيدك ويك عقل بيفكر، يبقى له فرصة للتصحيح. بس الامل ده مش محتاج تمنيات، محتاج شجاع يقطع مع الماضي فورا. تحتاج انك من اللحظة دي تبدأ تحترم وقتك وتحترم المتحف وتحترم الشخص اللي انت تريد تكونه بعد 10 سنين. تخيل نفسك بعد 10 سنين وانت واقف قدام المراية، يا ترى هتبص لنفسك بفخر تقول الحمد لله اني بدأت، ولا تحبس بحسرة تقول يا ريتني كنت بيه؟ النهاردة مش بكرة، خد وضع واحد غيره. امسح الابليكيشن اللي بيسحب روحك وتركيزك، ابدأ اتعلم مهارة طبيعية مطلوبة في سوق العمل وليها المستقبل. غير دايرة معارفك، ولو هتفضل لوحدك فترة ارمي شماعة الظروف وظهرك، لأن